مرحبا، الله يعطيكم العافية. حبيت لكم هالكيكة لذلك حعملها معكم اليوم، وأتمنى إنكم تجربوها وتنبسطوا وتستمتعوا بأكلها. كعكة الجزر بكريمة الجبن. إذا كنتي أول مرة بتمر عليكي قناتي، يا ريت تفرحيني بإضافة اشتراك. نبدأ سوا. أول شي بنجهز القالب. صينية مدورة قطرها بحدود 22 سنتي، حطينا فيها معلقة طحينة، بندهنها مظبوط من كل الجوانب. بنبطن القاعدة بورقة زبدة. بنجهز القطر، كاسة مي، نصف كاسة سكر، شريحة ليمون، نتركهم على النار ليغلوا. بنضيف كوب جزر مبشور ونتركه يغلي معهم على نار متوسطة لمدة 10 دقائق تقريبا. بعد 10 دقائق بندوقه، بنلاقي انه طعمته صارت اشبه للمربى وراحت منه طعمة الجزر كخضار. بنصفيها ونتركها تبرد على جنب. بنجهز كريمة الجبن، ظرف كريم شانتيه بودر، تقريبا نصف إلى 3/4 الكوب جبن كريمي، أي جبن كريمي متوفر عندكم. أنا حطيت فيلادلفيا، وعلبة قشطة. وبنضيف ربع كوب من القطر اللي غلينا فيه الجزر. نخفق هون بشكل جيد. نتركهم على جنب. بنقوم بعملية تجهيز الكيكة. نصف كوب حليب مع 3 ملاعق زبدة، بنرفعهم على النار ليسخنوا. بوعاء بنضيف بيضتين، ملعقة فانيليا، و3/4 الكوب سكر. نخفقهم لحتى يتحول الخليط من الأصفر الغامق للأصفر الفاتح، يعني يدوب السكر تمام. بنضيف هلأ ربع كوب زيت نباتي، بيكون الحليب والزبدة سخنوا. بنضيفهم، وبنضيف كوب طحين مع ملعقة صغيرة ونصف خميرة الحلويات بيكنج باودر. نخفقهم. هون عنا كوب جزر، نصف كوب جوز، أو بتحبي تحطي 3/4 كمان بيصير. ونغبرهم بملعقة كبيرة طحين. بنضيفهم فوق خليط الكيك الطحين حتى ما يغرق الجوز ويصير بأسفل الكيك. يتخلط بهالشكل هاد، تقليبة خفيفة. وقبل ما ندخل الكيك على الفرن بنضيف ملعقة كبيرة خل، أي نوع خل عندك، عنب، تفاح، خل أبيض. معلقة الخل بتعمل عمل المحسن مع الخميرة البيكنج باودر. بندخله على الفرن المحمى مسبقا، ونحطه على درجة حرارة 170 لمدة 30 دقيقة تقريبا. بعد ما طلع من الفرن بنسقيه بثلث كوب حليب، بنتركه ليبرد. تعرفي الكيك ناجح إذا شرب الحليب فورا. تتركيه لتهدى حرارته شوي، وبعدين تقلبيه على شبك وبتتركيه شوي لتهدأ حرارته زيادة. وبعدين بنرتب عليه الكريمة على الوجه. طبعا طريقة تزيينك بالكريمة وبالجزر اللي عملناه شبه مربى بيعتمد على ذوقك، مثل ما بتحبي تزينيه. هون أضفنا له جوز مفروم. بتحبي تفرميه أكتر من هيك، بتحبي تخليه صحيح، انتي وذوقك مثل ما بتحبي. جربوا طريقتي
وادعوا لي. جربيها وحتلاقيها كيكة لذيذة وخفيفة وحتعجبك بإذن الله. وميت صحة وهنا.